السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي بيظهر لها كود سي 180 في المكنة الكيوسيرا، الكود ده دايما بيظهر بعد ما انت تيجي تغير كنترول مباشرة، بتلاقي الكود ده بيظهر. طب احنا ازاي نلغي الكود دوت؟ عايزك بقى تتابع معايا الفيديو ده خطوة بخطوة، وتصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان ايه نحل المشكلة مع بعضينا. أول حاجة هنعملها هنكتب 1087 1087. تمام. وايه ال 180؟ 180 ده كنترول جديد، فهو الكنترول بيبقى ليه رقم سيريال نمبر، فهو المكنه دلوقتي حاسه ان السيريال نمبر بتاعها مختلف، مش هو ده السيريال نمبر اللي موجود في المكنه. فانا دلوقتي بقول لها ان لا، في كنترول جديد بسيريال نمبر جديد بحيث ان هو يظبط يعني وكده. انا اسف لو في بكسله في الفيديو. هخش على برنامج 4. تمام. بعد كده ادوس تصوير، هيظهر لي هنا رقمين بتوع السيريال نمبر بتوع الاتنين كنترول. هدوس على التالت ده وابدا ادوس تصوير. تمام. وهستنى لحد ما يديني اوف اون. تمام. هو حتى لو لا يعني لو نفترض لو حتى ما ادكش اوف اون وفي تهنيجة عندك في المكنه، فده عادي جدا مفيش اي مشاكل. دي في بقى المكنه بتاعتنا وهنشغلها ان شاء الله هتلاقيها اتظبطت. والسلام عليكم ورحمه الله.